سلام بنات، كي راكم؟ ان شاء الله راكم كامل بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو بصحه وعافيه ان شاء الله. كما راكم تشوفوا في العنوان، اليوم جبت لكم موديل هايل، اون روب دو سواري فريمون هايله للافراح والمناسبات تاعكم. الله يدومها علينا وعليكم ان شاء الله. فوالا بهذا القماش اللي هو قماش المعدس، كما راكم تشوفوا فيه. فوالا يجي رطب من الداخل، يجي حنين فريمون، يعني قماش فريمون هايل، وجاي طون سور طون، يعني نوار في النوار، ولا بريونس تاعه في الارجنتي. فوالا كما راكم تشوفوا، يعني راكم تشوفوا الموديل تاعه، يعني فيه طول وعرض. انا شاريه 3 متر يعني في الطول، وفي العرض تاعه فيه 1 متر ادمي. فوالا كما نقول لكم 3 متر على 1 متر ادمي. فوالا هنا الاغيور تاعه تاع المعدس راكم تشوفوا فيه راه في اتجاه العرض. الاغيور يعني كما نقولوا حنا، شوفوا كيفاش راه جاي المعدس، راه جاي اغيور، يعني نوريكم فوالا باش تعرفوا كيفاش تطوي القماش، يعني راه على العرض تاعه. دونك حنا القماش تاعنا كي غادي نطووه، فوالا شوفوا راه حنوريكم لا ليزيغ تاعه وين راهي. شوفوا لا ليزيغ تاعه، لا ليزيغ تاعه راهي من جهه العرض، راكم تشوفوا يعني الاغيور راه من جهه العرض واقف. فوالا حنا لازم نفصلوه على هاد الجهه، يعني ما نفصلوش من الجهه الاخرى، يعني ما يجيناش شغل ما يجيناش شباب في اللبسه نتاعه. دوك تشوفوا نفهمكم بيان. فوالا هاد سما هذا العرض وهذاك الطول، دونك انت غادي تطول القماش تاعك على الطول. فوالا شوفوا يا بنات هنايا، شوفوا ها فوالا غادي حنا نخدموه كيما هكا بهذا الطول، يعني الاغيور تاعه يجي هكا، باش نخدموه كيما هكا ما يجيناش. فوالا وليلاستيسيتي تاعه يعني في كلتا الجهتين، يعني الاستيسيتي تاعه في الطول وفي العرض، يعني هو يتكسل من جهه الطول ومن جهه العرض. فوالا هادو معلومات مهمه، يعني لازم تدرسوا القماش تاعك قدام تبداي تخيطيه، ويعني على حسب الموديل. فوالا كما راكم تشوفوا، دونك كيفاش غادي نطوي القماش تاعنا؟ راح نطووه من جهه الطول، يعني على 3 متر غادي نطووه على هذيك 3 تاع مترات. فوالا كما راكم تشوفوا، ما تنساوش تقلعوا حق الاكمام دائما، ومن بعد تطوي القماش تاعك، يعني وهذاك العرض تاعها ولا هذا اللي راكم تشوفوا فيه هو اللي غادي يجينا يعني اغيور، راح يجينا يعني على الطول على العرض. فوالا والطول هو اللي غادي يجينا من جهه العرض، يعني والعرض هو اللي غادي يجينا من جهه الطول. دونك راح نفصلوا حنايا من جهه الطول تاعه. فوالا يعني والطول تاعنا هو اللي غادي يجي من جهه العرض تاعنا، يعني كي تبداي تخدمي وتديري في القياسات تاعك، يعني راكي راح قياسات تحطيهم على من جهه الطول تاعك، يعني من جهه يعني التنيه تاع الطول، ولا يعني المسافه تاعك الطول يعني تاع لاغوب غادي تحطيه من جهه يعني العرض. ان شاء الله يكون الشرح مفهوم يا بنات. ما تفهموش خلوا لي في لي كومونتير. فوالا هذا هو الموديل اللي راكم تشوفوا فيه في الصوره، هو اللي غادي يعني ديت منه وغادي نطبق عليه الموديل. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا. فوالا هذا هو الموديل. دونك قبل ما نبداو غادي نديرو حنا عندنا طول وعرض. انا فهمتكم بلي غادي نحط على الورقه، باسكو انا هذه ديجا كنت خيطتها وغادي نعاود نخيطها معاكم. فوالا كنت مزروبه فيها، خيطتها من قبل صافي 5 موا ملي خيطها، بون غادي نعاودها معاكم. كيما راكم تشوفوا عندنا طول وعندنا عرض، يعني راح نطوي من جهه الطول، يعني ان شاء الله يعني الشرح راه مفهوم. شوفوا غادي نطويها من جهه الطول، ها ولا العرض هو اللي غادي تحطي عليه الطول تاعك تاع لاغوب، هو الطول يعني تاع الكتان هو اللي غادي تطويه على 4 فقط، وتخرجي هذيك 1 سنتيمتر يعني حق الخياطه. فوالا غادي نديرو فتحه فيها يعني في الظهر، وغادي نديرو تاني لي بانس فيها، اون بانسه في الظهر، يعني لي بانس غادي ندير فيهم في الظهر. فوالا بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. فوالا هادو غير دي شيت بقاو لي، بون راني نفهمكم فيهم عليهم، يعني انا فقط يعني كنت مخيطها داشعال، وحبيت نشاركها معكم باش تستافدوا منها. فوالا شوفوا انا نوريكم في القماش كيفاش تطووه. اطوي القماش فوالا على 4 من جهة الطول تاعك. فوالا وهذوك الاغير يقعدوا لتحت، يعني للعرض جهة العرض. فوالا يعني القماش دائما ندرسوه قبل لا نخدمه، ونخرجوا هذيك الحاشيه، لانه الظهر غادي نديروا فيه حله. بون هذيك الحله غادي تجي من جهه يعني الظهر. فوالا كيما راكم تشوفوا تحطي له، وما تنساوش بنات ديروا ان باترون. انا خدمتها سيغ ان باترون، ما خدمتهاش هكا. بون صنعت ان باترون صافي حوست عليه، مي ما على باليش كاع بين راه. بون انا خدمت ان باترون، ومن بعد حطيتها على القماش وفصلت، ودرت لها كذلك لا دوبلور. فوالا بالنسبه لا دوبلور يعني حدكم تشرو من مترتين حتى لمتر ونص، يعني على حسب الموديل شنو راكم باغيين فيه، لا دوبلور تكون طويله ولا قصيره. فوالا هذا واش حبيت نفهمكم فيها، ان شاء الله يكون الشرح واضح. دوك ندخلوا في التفصيل. بالنسبه لعرض الظهر راح ندخلوا ب 20 سنتيمتر. فوالا راني نعاود نوري لكم وناكد لكم، فوالا تكون محلول
من جهه الظهر. فوالا 1 سنتيمتر حق الخياطه. فوالا حق البانسه اللي غادي نديروها يعني في وسط الظهر. فوالا بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. هيا راني نوريكم باللي هنايا هذيك هي الفتحه. شوفوا يا بنات، يعني نشرح ونعاود ونوري ونعاود باش تفهموا هكا وما قطعتش، يعني خليت المونتاج كيما راه. فوالا هذيك هي الفتحه اللي غادي نديروها. هادو كو دو شوت راني دايرتهم. فوالا ان شاء الله غادي نخدم بهم كاش مواد الفتره الجايه نوريكم. فوالا هذيك هي وحده 1 سنتيمتر تخرجوها على برا بالنسبه للمبتدئات، يعني نشرح بالنسبه للمبتدئات. فوالا يا بنات، دونك ندخلوا في التفصيل تاعنا كيفاش انا فصلتها. الوغ كيما وريت لكم ندخلوا في القياسات. الوغ عندنا عرض الظهر، عرض الظهر عندنا ندو 20 سنتيمتر. فوالا الرقبه 9 سنتيمتر، عندكم 8 ونص حتى ل 9. الميلان 3 سنتيمتر. فوالا التركيز 23 سنتيمتر، يعني والخصر عندنا ندخلوا ب 22 سنتيمتر. ايوا وندخلوا يعني كيما راني مولفتكم معودتكم، يعني لو في تهودو 20 سنتيمتر تاع الامام برك، يعني تخدمي الامام وحده والظهر وحده. وهنايا عندنا الخصر يعني اللي هو 22 سنتيمتر. فوالا انا القياسات باسكو الاستيك يعني صغرت في القياسات. فوالا يا بنات انني مصغره في القياسات كيما راكم تشوفوا، يعني ما حبيتش فوالا. وعندنا يعني لي هونش لازم تدي هنا لي هونش تاعهم باسكو تجي جوست كيما راكم تشوفوا في الموديل محطوط في الصوره، يعني عند لي هونش. فوالا 28 سنتيمتر بهذه الطريقه. يعني نكتب لكم الخاصر الصدر. فوالا بهذه الطريقه. فوالا ولي هونش. ايوا وهنايا تاني تدخلوا يعني بواحد سنتيمتر كمان ماني معودتكم، يعني ان باترون دو باز تصنعوه، ان باترون دو باز. فوالا تصنعوا ان باترون دو باز ومن بعد ديروا التعديلات عليه. ما تنساوش ما تدخلوا تاني تقوسوا، تدخلوا بواحد سنتيمتر وتقوسوا. مادام بيكم عند ليونش تاني تدخلوا بشكل دائري، باسكو انا ما درتهاش بقصه السمكه، يعني كيما نقولوا ما درتهاش سيغان فورم سيغان، درتها يعني تدوروا شويه هنايا ومن بعد تدخلوا وتهودوا. فوالا بهذه الطريقه. ومن تما يعني كيما نقولوا حنا تروحوا بها ايفازي حتى للتحت. فوالا بهذه الطريقه كيما هكا وديروها ايفازي حتى للتحت. فوالا شوفوا راني نوريكم يعني كيما نقولوا وبتجي مقوسه. فوالا هنايا تجي مقوسه. فوالا من بعد تروح بها ايفازي حتى لتحت، يعني اللي تبغي دير قصه السمكه تنجم غير من تما وتدخل يعني تروح فوق الجنو شويه ودير قصه السمكه. فوالا تطلعوا يعني تكون عندكم مسافه تاع 50 سنتيمتر يعني في العرض تاع لا غوب تاعكم، يعني لازم تطلعوا يعني حوالي 10 سنتيمتر ولا 15 سنتيمتر باش ما تجيكمش مجنحه. فوالا باش تجيكم مدوره من التحت، تجيكم شابه لا فورم تاعها. فوالا بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا. دونك لي بانس تاعنا تهودوا هذيك البانسه ب 20 سنتيمتر، يعني تدخلوا يعني من منطقه الظهر، خاش انا لي بانس غادي نديرهم على مستوى الظهر، يعني البانسه تاعكم تدوها على مستوى فقط مستوى الظهر. يعني درت يعني 10 سنتيمتر ما بين الحلمتين تدخلوا 10 سنتيمتر يعني، ومن بعد ديروا البانسه تاعكم اللي هي الطول تاعها 20 سنتيمتر، يعني تدخلوا بواحد سنتيمتر ديروا المنتصف وتدخلوا بواحد سنتيمتر منا وواحد سنتيمتر منا كيما راكم تشوفوا هنايا. ايوا وديروا البانسه تاعكم. الوغ وهنا عند محيط الخصر يعني 20 سنتيمتر غادي يجيكم عند محيط الخصر. فوالا هذه هي. نتوما وين ما جاتكم المهم هودوا ب 20 سنتيمتر هذا مكان. فوالا كل واحد القياسات تاعها يختلفوا بهذه الطريقه. فوالا انا مطولكمش على 4 ما تنساوش غادي يخرج لكم زوج تاع بانسات. فوالا بهذه الطريقه كما قلت لكم ودخلوا وخدموها بيان، تبعوا القياسات وتبعوها تخرج لكم هايله. بون هذه لا طاي ام ال، لا طاي ام ال. اما بالنسبه لهاد البانسا يعني ماشي على مستوى ليونش، لا انا هنايا غلط على مستوى الخصر، يعني تدخلوا ب 2 سنتيمتر يعني على مستوى في الوسط في المنتصف تاع الضب، باسكو انا دايرين حله في هذيك الحله تاع المنتصف تدخلوا ب 2 سنتيمتر على مستوى الخصر. ايوا ديروا البانسات تاعكم. فوالا شوفوا راني نوريكم الاتجاه تاعها، يعني هذيك لا كي كنت ندير لو باترون فات فيا درت المونتاج ما قديتش كيفاش نصححها، مي صححتها معاكم هنا. فوالا ها راهي 2 سنتيمتر راني نوري لكم فيها، يعني لازم تدوها ابتداء يعني من نقطه الخصر، يعني على في المنتصف تاع الحله تاع الظهر، يعني تدو 2 سنتيمتر. يعني بما انه انا الكتان الاستيك يعني ما درتش السحاب، يعني بدون سحاب بدون والو ما يدخلش في اللبسه تاعها تحفه صدقوني يا البنات. فوالا بورتي تبان بزاف هايله، يعني تدخل لكم عادي باسكو الكتان الاستيك يعني وتجي متحوفه يعني في اللبسه تاعها. فوالا كما راكم تشوفوا البانسه هذيك البانسه كيفاش ديروها. هاي يا بنات ان شاء الله يكون الشرح واضح، تخرج لكم فريمون تحفه.
يعني ما عطيتها لكمش بدون تعقيدات، عطيتها لكم يعني بسيطه، يعني عطيت لكم شرح بسيط وكل شيء بسيط، يعني باش تنجحوا فيها خاصه للمبتدئات. فوالا ولا هنا بعد ما قصصتها كما راكم تشوفوا، شوفوا القص تاعها، يعني قلت لكم برك الامام فيه غير لوفي فقط، ما فيش لي بانس. بون البانسات راني نديروهم على مستوى الظهر فقط، يعني حله في الظهر، لي بانس في الوسط المنتصف وزوج منها فقط، هذا مكان. والامام يقعد كيما راه برك هذاك لوفي، هذا مكان. فوالا يا بنات، هايا لا راني نوريلكم بلي هذيك الملاقيه تاع 1 سنتيمتر و 1 سنتيمتر. فوالا شوفوا هذيك هي الملاقيه، وتما تجينا البانسه في الوسط. فوالا جونا لي بانس منا ومنا. فوالا عند مستوى الظهر والامام هذا هو. فوالا كما راكم تشوفوا هنايا هذا هو الامام بهذه الطريقه. بون الامام يقعد قلنا كيما راه، ما نخربوش فيه. هذيك البانسه اللي نوريها لكم تجي على مستوى الظهر فقط، ان شاء الله الشرح يكون واضح برك باش تفهموا عليا. هذا مكان. فوالا هذه هي، ما فيهاش تعقيدات، يعني اي وحده مبتدئه تتبع القياسات يعني تنجح فيها. تشري قماش وتخيط اون روب دو سواري ليها وتفرح بها. فوالا هذه هي. فوالا راني نوريكم بلي لي بانس هادو يجوا برك على مستوى الظهر فقط. انا هذا هو، هذه هي الصاله اللي ديتها. فوالا دوك نروحو نشوفو نورمالمون الاكمام. فوالا الاكمام، بالنسبه للاكمام يا بنات شوفوا الاكمام تاني ساهلين. انا درتهم فيهم لي فرونس من الفوق، يعني تكميشات من الفوق. دونك تديري خط مستقيم، تهودي 12 سنتيمتر وديري خط مستقيم، ومن بعد تديري يعني هذاك الحرده تاعك، يعني القياس تاع الحرده تحطيه في هذاك القطع، في هذاك المسافه كما راني نوريكم. يعني قياس الحرده تحطيه في هذاك المسافه، تطلعيه بواحد سنتيمتر تهودي بواحد سنتيمتر لكم عادي، وترسميه عادي. فوالا برك شوالات عاودي تزيدي تطلعي، يعني من هذيك انا طلعت بحوالي 7 سنتيمتر. تبغوا ديروا من 7 حتى ل 10 سنتيمتر، يعني على حسب نتوما راكم باغيين انتفاخ، راكم باغيينها منتفخه، الاكمام يجوكم منتفخين بزاف ولا غير شويه. فوالا انا درتهم غير شويه، يعني غير تما يجوا متحوفين، يجوا شابين، ما يجوش باسلين. فوالا هذا هو يعني ابتداء من هذيك 7 سنتيمتر تهودي على المنتصف تاعكم وتكملي يعني الرسمه تاعك وتقصيه. فوالا هذا مكان، يعني نقول ما نساوش بلي الكتان يكون مطوي على 4 فقط، يعني ما فيها حتى تعقيدات ولا حتى شيء. فوالا بهذه الطريقه وتنجحوا في الموديل. فوالا ها ولا بعد ما كملته بغيت نوريها لكم كيفاش خرجت. شوفوا هنايا لي مونش، شوفوا كيفاش خرجوا لنا تحفه. فريمون انا لا دوبلور ما درتهاش في لي مونش، درتها فقط من الداخل. فوالا قلت لكم لا دوبلور تبغوا تشيلوا من الميطره، متر ونص حتى المترتين، على حسب نتوما واش راكم باينها، يعني لا دوبلور طويله حتى لتحت ولا قصيره. انا درتها طويله حتى لتحت. فوالا هنا ديروا تكماش. فوالا بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. شوفوا كيفاش تخرج، يعني الامام ما خربناش فيه كما راكم تشوفوا، راني نوري لكم. فوالا مام هنا لي مونش شوفوا يجوا بزاف هايلين، بزاف متحوفين. خلوا لي رايكم في التعليقات بنات وقولوا لي كيفاش خرجت. فوالا ان شاء الله راني شرحت كل شيء، وان شاء الله هدرت كل شيء وقلت كل شيء ان شاء الله. هذه هي، ما نسيت حتى حاجه. فوالا بهذه الطريقه. دونك راح نوريكم هنايا كيفاش يعني الامام تاعها. شوفوا حتى لتحت. فوالا شوفوا الامام يا بنات، شوفوا شحال تجي ايفازي، بصح حتى ممكن تاني يجي شويه ثقيل ويجي شباب. يعني هذا لو ايفازي كاع ما تشوفيهش، تشوفيها غير تجي مهوده من التحت كي شغل، يعني في اللبسه تاعها تجي فريمون شيك، تجي تالمون ثقيل يجي كاع من الموم شغل، يجي كاع مهود من التحت. فريمون في اللبسه تاعها طوب، سورتو الكتان. يعني كي تشري كتان بلا بون كاليتي تخرج لك يعني اللبسه تاعك تخرج دو اوت كوتور. فوالا باسكو حنايا الفصاله الخياطه تبع الفصاله. فوالا درك نوريها لكم في لو دو تاعها. شوفوا نوري لكم في البانسات، يعني في الحلات. شوفوا هنا يعني حل في المنتصف وراني دايره بانسه، ان شاء الله راه يبان لكم. فوالا باش نوري لكم اون ديتاي. فوالا كما راكم تشوفوا هنا هذا هو. فوالا كما راني نوري لكم لي بانس، يعني حليت في الظهر فقط، يعني للامانه حليت في الظهر. هذا مكان. فوالا درت البانسه الاولى تاع المنتصف ونزيدو هذيك البانسه الزوجه، لانه الكيتان يكون مطوي على 4، تخرج لنا زوج بانسات بليس تاع الظهر تاع المنتصف. فوالا هادو هما راني نعاود نقلب ونوري لكم. فوالا هذه هي.
يعني تخيطيها ليك ولا تخيطيها لبنتك فريمون تخرج بزاف هايله. وبالنسبه لا دوبلور تاني كيما تخيطي يعني كيما نقولوا القماش تاعك يعني لا غوب تاعك كيما فصلتيها تفصلي لا دوبلور كيف ميم لا دوبلور درت لها لي بان صح بنات ميم لا دوبلور يعني كيما تخيط كيما تفصليها وكيما تخيطيها تخيطي لا دوبلور كيف بنفس الطريقه. فوالا. وهنا نوريكم في الالاستيسيتي تاعه يعني من الجوانب من كلتا الجانبين يعني من الطول والعرض يعني فيه الالاستيسيتي. فوالا. وهنايا دو لوان شوفوا كيفاش تبان يعني تبان تحفه تبان بزاف هايله يعني ما شاء الله تخرج بزاف روعه خاصه في اللبسه تاعها كي تشوفوها بورتي ما تشوفوش هكا لو موديل جامي كي تشوفوه بورتي تما تعطوه قيمته. فوالا. ولا كي تسيوه وتجربوه تما تعرفوا يعني كيفاش يخرج. فوالا هنا دو لوان شوفوا كيفاش تبان قلت لكم انا مليونش عند ليونش ورحت بها ايفازي يعني ما بغيتش ندير قصه السمكه وكل وحده والفصاله تاعها. وهنايا شوفوا كيفاش تخرج بوختي يعني ما شاء الله تبارك الله تخرج بزاف هايله بزاف شابه. خلونا في لي كومونتير فوالا قولوا لي كيفاش خرجت. قلت لكم الموديل من يكون بوختي تما تبان قيمته. فوالا وصلنا لنهايه الفيديو ان شاء الله يعجبكم الفيديو ما تنسونيش لايك وبارطاج ونقول لكم بسلامه في فيديو مقبل ان شاء الله. سلام.